أتمنى أن لا يأتي اليوم الذي أصافح فيه حافظ الأسد، يقول الرئيس العراقي. يقترب ويتقارب مع العراق. فصدام حسين يتحدث ويختم حديثه يقول: ما أتمنى يجي يوم أسلم به على حافظ الأسد. يعني تماما. على المستوى الشخصي أتمنى أنه ما يصير ذاك اليوم اللي السلام على حافظ الأسد بجد. طبعا يكمل هذا عندما حافظ الأسد بعد غزو الكويت دز رسالة لصدام يطلب منه الانسحاب، وقال له: أنا أتخندق مع العراق وأنا أضمن حماية العراق إذا انسحب العراق من الكويت. فصدام قال لهم: ردوا عليه. ايش قايلهم؟ وزير الخارجية: يتم الرد على رسالة حافظ الأسد باسم القيادة وباسمي شخصيا. زين. وإبلاغه بأن العراق لا يحتاج إلى مساندة سوريا، وهذه المساندة المسمومة، وحافظ الأسد مشهود له بالخيانة والغدر. 22